حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. كلمتين وبس. أغلب الأمهات اللي بيبقى أولوياتهم الزوج والأولاد، وبعد كده أي حاجة بتكفيها، والنتيجة إنها بتبقى بالنسبة ليهم بترضى بأي شيء. وده طبعا مع الوقت والتقدم في العمر بيأثر عليها، لكن بيكون فات الأوان لأنهم اتعودوا على كده. سيدة بتحكي بتقول: من فترة مش طويلة كان مستحيل أعمل أكلة أنا بس اللي في البيت اللي بحبها، أصل هقف وأتعب نفسي وفي الآخر أنا بس اللي هاكلها. لحد ما في يوم بنتي ما كانتش خلصت أكلها وجابت لي الطبق، قالت لي: خدي كمليه، مش قادرة أخلصه. بقول لها: بس انتي قلتي إنك عايزاه. قالت لي: ما أنا كنت فاكرة إني أخلصه بس ما قدرتش، وعملت حسابي إنك هتاكلي اللي هيفيد البواقي يعني. بسألها: طب انتي ما اديتيش البواقي لبابا ليه؟ قالت لي: لأ، البواقي بتاكلها الأم بس. الصراحة كلامها ضايقني، وافتكرت موقف كان حصل مع صديقة ليا. كانت راجعة من النادي هي وأولادها وركنت قدام السوبر ماركت، قالت لهم: انزلوا هاتولنا كلنا آيس كريم. نزلوا ورجعوا جايبين ليهم كلهم وبيدوها الباقي الفلوس مع ان هي اللي دافعة. تسألهم: طيب فين بتاعتي؟ راحت بنتها قالت لها: هو انت عايزة انت كمان؟ قالت لها: انزلي اشتريلي. وقتها كان الايس كريم ب10 جنيه. البنت نزلت ورجعت وجابت لها علبة صغيرة مش شبه الايس كريم اللي هم جايبينه. وبتسألها: ايه ده، انتوا مش جايبين لي زيكوا ليه؟ قالت لها: ما انت مش هتخلصيه. قالت لها: طيب العلبة دي بكام؟ قالت لها: ب3 جنيه. صديقتي زعلت وقالت لهم: ما جبتلوش زيكوا ليه؟ وحطت في نفسها. الموقفين دول خلوني أقف أفكر، ليه الستات في مجتمعنا بتستخسر في نفسها؟ ليه دايما حاطين نفسهم في المرتبة العاشرة بعد العيال والزوج والبيت؟ المشكلة انهم فاكرين ان ده واجبهم ومفروض عليهم، وإلا يتقال عليهم أنانيين. مع إن بالعكس، لما هي بتطلب أكل بواقي العيال علمتهم إن بواقي الأكل بتروح للعصافير مش ليها. وبقت هي كمان تجيب لنفسها لبس العيد زيهم. لما مشيت مش بتشيل كوبايات شربوا فيها ورموها وتستنى هما يشيلوها. ولادها بقوا يقدروها ويدلعوها ويحترموها لما عملت نفسها قيمة وحبت نفسها وعملت نفسها زيها زيهم. ليه عاوزين تبقوا أمينة رزق في نفسها؟ حد فاكر ضحكت أمينة رزق؟ طيب حد شافها مرة مبسوطة ومش شايلة الهم؟ الست اللي ما بتحبش نفسها وما تقطع عشان اللي حواليها أكتر ست عصبية وبتزعق وبتضرب في عيالها، وأكتر ست بتقدم نموذج سيء للأولاد عن تقدير الذات. لكن الست اللي بتحب نفسها وتهتم بنفسها وبتدلع نفسها بتعرف تدلع اللي حواليها وبتتكلم عن تقدير نفسها. نفسي في أكلة اللي أنا هقف واطبخها، عايزة اشتريها لنفسي. حاجة ما قلتش، بس الستاير أولى لازم تتغير. مش بتكلم طبعا عن الست اللي بتقضي ساعات في التيك توك وفي الكوافير يوميا ورمي عيالها للشغالة تربيهم، لأن ده مش تقدير ذات، ده تخلي عن المسؤولية. لكن كلامي للست اللي لو افتكرت نفسها بهدية تحس بالذنب وتقول هم أولى. في قصة كانت بتحكي عن أسرة عندها رخامة حاطينها فوق ترابيزة الليفينج، بياكلوا عليها وبيحطوا كوبايات الشاي السخنة عليها، واللي يمد رجله فوقيها الرخامة، واللي مش لاقي مكان على الكنبة فيقعد على الرخامة. فضلت سنين الرخامة شايلة لحد ما في يوم انكسرت. وقتها معرفوش يلاقوا زيها واشتروا بدلها لوح زجاج. بس من يومها محدش بيحط سخن عليها، ولا حد يجرؤ يقعد عليها، ولا حتى يمد رجله عليها.
وبيلمعوها كل يوم عشان أثر إيديهم وأثر الكوبايات، وتلاقوا الرخامة بتلالي كده. في الآخر اختيارك تبقى إيه؟ اختاري انت تبقي إيه؟ اختاري تبقي الرخامة ولا الزجاج؟ اختاري تحطي نفسك في آخر القايمة ولا في آخر القايمة؟ لازم تحسي بنفسك وتخلي نفسك أول واحدة، لأن الأولاد بيطلعوا أنانيين، ما بيقدروش اللي انت بتعمليه، وبيكبروا وبينسوا، وانت اللي بتفتكري انك حرمتي نفسك علشانهم. لا، لازم يقدروكي ويدوكي ويحبوكي ويحترموكي، وتبقي انت نمبر 1. ما تجيش على نفسك علشان حد. هما المفروض اللي يرضوكي ويحبوكي ويتمنوا لك الرضا، ترضي. الجنة تحت أقدام الأمهات. واختاري وفكري، فكري في كلامي، لأنك هتحسي بيه لما تكبري في السن.